السلام عليكم. قرار ناس كتير فرحانة بيه، لكن أنا بقول ربنا يستر منه. قرار بيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي بمبلغ، يعني على ما أعتقد إنه 50 مليون باين، وطبعا في شرط جزائي 150 مليون للنادي الأهلي في حالة إنه لو اتباع تاني لنادي جوه مصر، علشان يعني ما يروحش لأي نادي منافس، واحنا عارفين طبعا مين المقصود بالقصة ديت. محمد شريف، على الرغم انه قرار انا شايف ان هو جه متأخر، لازم محمد شريف كان من بدري يطلع اعارة او بيع في اي مكان تاني، جايز يكون يعني اداؤه يكون افضل، لان محمد شريف اللي كان مخيف وبتاع مش عارف ايه، النهارده ما بقاش مقنع قد كده، لا للجمهور ولا حتى للمدرب اللي بيدرب اللي هو مارسيل كولر. وبمناسبة مارسيل كولر برضه عايزين نقول عليه حاجة بعد ما نخلص كلام عن محمد شريف. لكن انا بقول ربنا يستر ليه؟ لانه النهارده محمد شريف مركز مهاجم، فانت عندك النهارده المهاجم اللي موجود هو محمود عبد المنعم كهربا، فده معناه انك انت لازم محتاج مهاجم، ومش اي مهاجم، مهاجم قوي ويكون وهو ده مركزه الاساسي. محمد شريف اصلا لما كان بيلعب في الجونه قبل ما يجي الاهلي كمان كان مركز جناح، اللي هو مثلا مركز حسين شحات. محمود كهربا نفس الكلام برضه كان جناح، فهم اصلا وجودهم في مركز حراس الحربة شيء مستجد عليهم. طبعا مش بقلل من قيمتهم، محمود كهربا لما بيشتغل بيعمل شغل جامد، بس احنا محتاجين مهاجم يكون ده مكانه، مهاجم راس حربة طول عمره بيلعب في مركز الراس حربة، ما كانش بيلعب في مثلا في وينج او بيلعب في خط وسط وطلع على راس حربة عشان خاطر لعب له ماتشين ثلاثة حلوين. محتاجين مهاجم بالطريقة، كان في مهاجم مع اجنبي كان جاي وللاسف الموضوع ما تمش، فاحنا برضو مش عارفين الإدارة بتفكر في ايه، والناس في حالة انتظار من بعد القرار بتاع استبدال سيد عبد الحفيظ بخالد بيبو. والناس النهارده مستغربة، طب انت عامل موسم تاريخي واخد كل البطولات اللي انت مشترك فيها تقريبا، مش تقريبا، هو ده اللي حصل فعلا يعني، وفجأة بتقيل سيد عبد الحفيظ رغم انه في مواسم تانية مثلا الموسمين اللي قبليهم ما خدناش دوري، سيد عبد الحفيظ كان موجود قبليهم وكمل وكان فضل موجود لحد الموسم ده. فاحنا مش عارفين ابعاد الموضوع ايه، يعني حاولت ادور كتير في الاخبار عن السبب الرئيسي في انه يخلي مثلا سيد عبد الحفيظ ينعزل بالطريقه ديت. بصراحه مش لاقي سبب مقنع، ولا في حد قال سبب مقنع او اي سبب حتى وايه اللي حصل في الغرف المغلقه والكلام ده كله. لكن النهارده احنا في حاله انتظار، في انتظار حاجتين، اول حاجه في الانتظار الصفقات الجديده اللي المفروض ترجع للفريق ده من ناحيه، ومن الناحيه التانيه منتظرين صدى الصفقات الجديده والقرارات الجديده على الموسم الجديد، خصوصا الموسم الجديد هيستجد علينا بطوله جديده المفروض ان الاهلي هيبداها ان شاء الله يوم 1/9، وهي بطولة السوبر ليج الأفريقي اللي هي أول مرة تتلعب وأول نسخة ليها، ومش عارفين مع وجود بطولة جديدة مع بطولات الكتير اللي احنا بنشترك فيها إضافة لكأس العالم للأندية، الموضوع هيستمر أو هيستقر على إيه. الحقيقة احنا لسه مستنيين ونتعشم خير إن شاء الله، لأن احنا جمهور يعني محبين للبطولات، احنا الناس بتاعت بطولات. نرجع تاني لموضوع محمد شريف. محمد شريف محتاج انه يغير عتبة، انا بتكلم على مستواه هو وعلى يعني مصلحته هو انه فعلا يغير عتبة، وفكرة انه هو يختار الاختيار ده انا شايف ان ده اختيار بالنسبة له هو موفق، لكن بالنسبة للاهلي هيكون موفق لو تم استحضار مهاجم اجنبي يعني متمرس في مكان راس الحربة. عايزين حاجه كده ايه، من ريحه فلافيو، من ريحه كوليبالي اللي ما كملش ده، من ريحه حد يكون هداف وعنده حس تهديفي يفرق معانا ويخلص معانا ماتشات كتير، خصوصا مع الضغط المباريات اللي دايما الاهلي بيعاني منه في كل موسم. تاني حاجه اعاره القندوسي. شوفوا القرار ده انا شايف فيه حاجتين،
هو قرار شايفه يعتبر ممكن ما يكونش مؤثر أوي بالنسبة للأهلي. حد يقول لك إزاي ده القندوسي في لعيب كويس ولعيب يجي منه، هو يجي منه كل حاجة، ما قلناش حاجة، يجي منه يا سيدي. لكن هو أولا الحمد لله إن هو متواجد في مركز إحنا عندنا فيه منه وفرة، وخصوصا بعد استخدام أو إن إحنا بعد استخدام إمام عاشور، فبقى عندنا وفرة كويسة في مركز خط الوسط، ونقدر نعمل ايه تبديل وتغيير الدماء مع استمرار الموسم واستمرار ضغط المباريات. لكن انا شايفه ان هو في نفس الوقت ممكن ما يكونش اختيار يعني الموفق، لانه انا اخر ماتش كان بيلعب كويس، اخر ماتش للاهلي كان ظهر بمستوى يعتبر لحد ما كويس، واحنا شايفين انه يجي منه وانه ممكن يخلص. لكن يعني ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك ان هو مركزه متعوض، وجايز يعني يروح اعاره في اي مكان يرجع افضل، يكون احسن وافضل باذن الله ان شاء الله. ونتمنى انه ما فيش اي لعيب في الاهلي سواء على مستوى الاجانب او مستوى المحليين اللي دايما استخدامهم وكده ما يتخزنش وفي الاخر ما نستفدش منه. وانا سمعت عن اخبار انه كريم نيدفيد راجع وصلاح محسن راجع كمركز مهاجم، وده كويس جدا. ونتمنى الاستفادة من اي صفقة قادمة للنادي الاهلي. وبس هي المتوقع الفترة اللي جاية هيكون فيه تغييرات كتير، وهي دي سنة الحياة، ولازم طبعا هيكون فيه تغييرات جديدة مع الموسم الجديد. ونتمنى في الآخر الأهلي إن شاء الله ينافس ويحصل على كل البطولات ويعمل موسم عظيم، موسم 2023 2024 زي ما عمل الموسم اللي فات. وشكرا، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.